مشاكل القولون. مين فينا مش بيعاني من مشاكل القولون زي اضطرابات الهضم وعسر الهضم، الامساك والانتفاخات، وخصوصا في رمضان؟ تعالوا اقول لكم الاسباب الرئيسيه اللي بتسبب كل ده. معاكم ايمان الجندي، مدرس خبير تربيه رياضيه، اخصائي تغذيه علاجيه، سمنه ونحافه ورياضيين، حوامل واطفال وذوي امراض مزمنه. السبب الرئيسي لمشاكل القولون هو كتر كميه البروتين اللي داخله في الوجبه الواحده، لان كتره مش صحي ابدا. دكاتره الباطنه والجهاز الهضمي قدروا يحسبوا احنا نقدر نهضم كام جرام بروتين وكام جرام دهون وكام جرام الياف هضم بشكل كامل في الوجبه الواحده. طيب لو اكلت اكتر من الحد الاقصى من البروتين او الفات او الفايبر، كل اللي انا هوصل له unfully digested او غير مكتمل الهضم، وده اللي بيوصلنا في الاخر لمشاكل القولون. اللي بيحصل هنا هيتغذى عليها الميكروبيوم، البكتيريا النافعه الموجوده في القناه الهضميه، وده بقى يا سيدي اللي بيسبب الغازات والانتفاخات واضطرابات القناه الهضميه. كمان هيسبب فرط نمو البكتيريا في القناه الهضميه والامعاء. مع الوقت بيحصل ضرر كمان للكليتين، لانها بتعمل مجهود مضاعف في عمليه فلتره الدم للسوائل والفضلات بسبب النيتروجين الموجود في الاحماض الامينيه الموجوده في البروتينات. يبقى ناكل كل حاجه بقدر علشان نعيش صح من غير امراض. حفظنا وحفظكم الله.